ليس منا من يحنث ما وعد، وليس منا من يتآمر على البلد. وإن كان من معارض فليرينا ما العدد. لك الوعد ولك الحب ولك الدم ولك الروح ولك الولاء. سمائي وأرضي ومائي فداء لبشار الأسد. الدكتور بشار الأسد يتقدم إليكم. أيها الشباب، أيتها الشابات، أنا أبادلكم نفس المحبة، وأتمنى أن يمنحني الله قلبا كبيرا قادر على إعطاء محبة تتسع أو تكفي لهذا الشعب العظيم. عندما علمت بأنكم قررتم النزول إلى الشوارع في عدد من الساحات في عدد من المحافظات السورية، شعرت برغبة عارمة أن أكون معكم في هذا الحدث، وأردت أن نكون معا في ساحة الأمويين. شعرت برغبة عارمة أن أكون معكم في ساحة الأمويين في قلب دمشق عاصمة الأمويين، في قلب دمشق عاصمة المقاومة، في قلب دمشق عاصمة التاريخ لمن لا يقرأ التاريخ يتعلم منها، في قلب دمشق عاصمة الحضارة التي تعطي حضارة لمن لا يمتلكها. أردت أن أكون معكم في دمشق في قلب عاصمة بلاد الشام، بلاد الشام التي أرادوا لها أن تتحول من أرض الوئام والمحبة والسلام إلى أرض يزرعوها بالدمار والقتل والخراب، ولكن هيهات منهم أن يحققوا هذا الشيء.
فهذه الأرض أرض بلاد الشام، هذه الأرض المباركة التي أحبها الله وأحبها رسوله، فحباها الله بهذا الشعب الطيب. وعندما قلت في يوم من الأيام أن سوريا الله حاميها، فلم أكن أقصد على الإطلاق بأننا شعب الله المختار كما يفكر البعض، أو أن الله ميز سوريا عن غيرها من البلدان والشعوب، فالله يحب كل الشعوب في الأرض، ولكن عندما يحب الله أرض يمنحها شعبا طيبا واعيا صامدا قويا وفيا كهذا الشعب العظيم. أيها الأخوة والأخوات، أردت أن أكون معكم الآن لأنني أنتمي لهذا الشارع، وعلى من يريد أن يخاطب الشارع فعليه أن ينزل إلى الشارع يخاطب الشارع من الشارع. قيل لي في مرات كثيرة الناس تريد منك أن تخاطبها عبر التلفاز، فكنت أرفض، أقول أنا لا أتحدث إلا مع الناس مباشرة، وإذا كانت طبيعة الحديث والخطاب في بعض الحالات تفرض أن يتحدث الإنسان في قاعات ومع فعاليات، فهذا لا يغني عن اللقاء مع القاعدة العريضة من الشعب. ولكن عندما وقفت على هذه المنصة منذ دقائق كان رد الفعل الطبيعي اللا شعوري هو أن أقول الله أكبر، الله أكبر ما هذا الحشد، الله أكبر ما هذا الشعب. أن أقول الله أكبر ما هذا العنفوان، ما هذه القوة، ما هذا الصمود، ما هذه الكرامة. كل هذه الأشياء هي التي تعطي المعنويات لأي مسؤول ولأي دولة. لا يمكن لأي دولة أن تنجح إن لم يكن هناك احتضان من الشعب. أتيت إلى هنا لكي نضع أيدينا مع بعض لننظر إلى المستقبل، إلى الأمام، إلى سوريا التي نحب، إلى سوريا القوية، سوريا الشامخة، سوريا الكرامة، سوريا العزة. نسير إلى الأمام. نسير إلى الأمام، نقبض بيد على الإصلاح وباليد الأخرى على مكافحة الإرهاب. نسير إلى الأمام بمسيرة بخطوات واثقة رصينة ثابتة، لا مكان فيها للانهزاميين، لا مكان فيها للجبناء، لا مكان فيها للانتهازيين، لا مكان فيها للجهل، ولا مكان فيها للتخلف. أردت أن أكون معكم اليوم لكي أستمد القوة في مواجهة كل ما تتعرض له سوريا، وأنا لم أشعر بالضعف بيوم من الأيام بفضلكم، من خلال قوتكم، من خلال هذه البوصلة التي تدلنا دائما على الطريق الصحيح. وأردت أن أكون معكم أيضا لأوجه الشكر لكم وأبثكم محبتي لكم ولكل مواطن سوري خرج في كل ساحة، في كل مدينة، في كل حي، في كل شارع. أحييكم وأنتم تخرجون من المساجد ومن الكنائس ومن المدارس ومن الجامعات، تقفون في وجه التغريب وتدعمون التعريب وتؤكدون على مؤسساتكم، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش والقوات المسلحة التي يسقط شهداءها في كل يوم لكي نكون آمنين، لكي نكون أحرار. أبثكم محبتي، ولا أريد أن أقول بأن الوطن يتعرض لمؤامرة أو أنه في خطر،
فأنتم هنا لهذا السبب. ولا أريد أن أقول بأننا يجب أن نكون مستعدين عندما ينادينا الوطن، فالإنسان الوطني ليس بحاجة لنداء، هو يتحرك مباشرة بدافع ذاتي، وأنتم تقومون بهذا الشيء. المهم أن نمتلك الثقة بالمستقبل، وأنا أمتلك هذه الثقة بالمستقبل وبكم ومن خلالكم، لأننا سننتصر من دون أدنى شك على المؤامرة. هم الآن في مراحلهم الأخيرة أو في مرحلتهم الأخيرة من المؤامرة، ونحن سنجعل هذه المرحلة هي النهاية بالنسبة لهم ولمخططاتهم. أبثكم تحياتي. أتمنى أن أصافح كل واحد في هذه الساحة وفي حلب وفي الحسكة وفي قامشلي وفي درعا وفي كل مكان من هذا الوطن الغالي. أتمنى لكم ولكل مواطن شريف التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. بالروح بالدم. أبو حافظ أبو حافظ أبو حافظ أبو حافظ أبو حافظ